السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب العالمين سبحانه وتعالى يكلمنا عن سيدنا يوسف ويوصفه رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن ويقول لنا إنه من عبادنا المخلصين. كلمة الإخلاص في حد ذاتها هي تنقية وتهذيب، ولما ربنا سبحانه وتعالى يوصف حد بأنه مخلص، فالمخلص هو الإنسان المنقى والمهذب ويعني المصطفى من رب العالمين. وده دليل نقاء سيدنا يوسف وبراءته من إنه هو لم يرتكب الفاحشة، لأن الله سبحانه وتعالى نقاه وهذبه. ولما نقول إنسان مخلص بكسر اللام، فالإنسان المخلص هو اللي بينقي أعماله ويهذبها وتروح لرب العالمين بدون أي شائبة ولا أي شائبة شرك أبدا. فنسأل الله عز وجل إن احنا نكون من المخلصين اللي بينووا أعمال صالحة كلها لوجه الله سبحانه وتعالى. على نياتكم ترزقون. كل نية طيبة بيبقى أساسها من القلب، الله سبحانه وتعالى بيجيب لي بسببها العون والخير والبركة. النية سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، واللي بيخلص النية لرب العالمين له كنوز وهدايا وعطايا ربانية كتير هنتكلم عنها، ولكن بعد الفاصل استنونا. يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان، عايشين في حياتنا دي بخيرك. يا خالق الأكوان احمينا واهدي كمان وكمان، ملناش حبيب غيرك. يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان، عايشين في حياتنا دي بخيرك. يا خالق الأكوان احمينا واهدي كمان وكمان، ملناش حبيب غيرك. جمع يا رب قلوب، خلي اللي عاصي يتوب، لو كان شيطان ضله وبحق شهر الصوم، خلينا نوصل يوم في المظلومين قالوا. يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان، عايشين في حياتنا دي بخيرك. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن صدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ماذا لو فقدت إخلاص النية؟ ممكن يحصل لي إيه عن إخلاص النية؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت عن النية وعن إخلاصها لرب العالمين والكنوز والعطايا الربانية اللي الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يخلص النية له. طيب ماذا لو فقدت النية؟ ماذا لو عشت بدون تركيز؟ لو عشت بدون وعي؟ شوف رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنسان ممكن يعمل أعمال كتير جدا ويكون فيها إنفاق أو حاجات فلوس مثلا يدفعها أو وقت يبذله أو جهد يبذله أو حاجات كتير جدا ممكن يعملها، ويجي يوم القيامة لأنه لم يخلص النية لله تكون بالنسبة له هباء منثورا. يعني إيه هباء منثورا؟ يعني زي الهواء، زي شوية تراب كده ينفخ فيهم واحد ولا يجي لهم شوية هواء يروحوا وكأنهم لم يكن فعل في كذا ولا في كذا. واحد ينفق ماله كتير ممكن يبني مستشفى اللي هو قال والله ده رجل كريم، رجل جواد، رجل ينفق، رجل يعيل أسر، ده محدش زيه. فتبدأ الناس تحترمه وتبدأ الناس تقدره وتجله، فينال احترام الناس أو ينال يعني الرفعة بين الناس لأنه راجل كريم وبيطلع من فلوسه كتير. واحد يكون بيصرف على اولاده يقول لك انا بصرف، ده انا ما حدش زيي، بيجيب لعياله 1 2 3 ويبدا يعدد. ليه؟ علشان يتقال ده راجل مكفي بيته، ده ما فيش حد زيه، ويبدا يبرر لنفسه، قد يبرر لنفسه اعمال سيئه نتيجه هذا الامر. طب خلاص انت صرفت ليقال انفق وليقال كريم، فخلاص اخذت الاجر بتاعك في الدنيا، وهنقول الحديث اللي قاله لنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن الفكره ان انا ممكن اعمل كل هذه الاعمال بدون نيه وتروح عليا والله. زي بالظبط
واحد نام ويعني نام من الفجر لحد المغرب، يصحى المغرب ويقول أنا خلاص أخدت أجر الصائم. لا، أنت لم تنوي. حتى لو أصبحت الصبح زي ما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى زوجاته فيقول هل عندكم من طعام، فيقولوا لا، فيقولوا إني صائم. ده طبعا في صيام النفل لأنه لا يحتاج إلى نية مبيتة، فياخد أجر الصيام بس لمجرد إن هو إيه؟ إن هو نوى حتى ولو كان بعد الفجر. لكن واحد نام مثلا من الفجر لحد المغرب لم يأخذ أجر الصيام. زي بالظبط واحد يغتسل يعني بدون نية، جسمه كله أعضاء الوضوء كلها جه عليها مية، ولكن هل ينفع يخرج يصلي لمجرد ان هو أعضاء الوضوء بتاعته كلها جه عليها مية؟ لا، لم ينوي الوضوء، لم يقصد من البداية الوضوء، فيكون العمل ده بالنسبة له هباء منثورا. حضرتك حتى لو كنت اغتسلت بأفخم أنواع المطهرات لازم تتوضأ وتغسلها تاني لمجرد انك تستعيد النية والقصد والعزم على فعل الشيء. فالنية هي قصد وعزم على فعل الحاجة، لو فقدتها فقد فقدت العمل كله. هكذا بالنسبة لحضرتك نازلة كل يوم بالحجاب بتاعك، نويتي بيه عبادة لرب العالمين ولا هي مجرد عادة أو عشان أهلي ما يكلمونيش أو علشان أمي ما تزعقليش أو علشان خاطر الناس ما تتكلمش عليا؟ خلاص الناس ما اتكلمتش عليكي وخدتي أجرك كامل مكمل من الناس، لكن فين العبادة بقى؟ لكن على العكس لو خرجتي بحجابك كل يوم وانت بتنوي بيها عبادة لرب العالمين في عبادة. هكذا بالنسبة لسه زي ما بنقول الصايم، كل ثانية انت فيها مش بتاكل ولا بتشرب وبتتقي المفطرات لمجرد انك بيت النية او لمجرد انك نويت من الصبح فانت في عبادة. على العكس لو ده ما حصلش فهكذا بالنسبة لكل شيء لابد له من نية. تقف حضرتك كده مع نفسك 30 ثانية، انا بعمل ده ليه وبعمله لوجه من؟ وتأكد ان مهما عملت من اشياء لم تنوي بيها وجه الله سبحانه وتعالى، تأكد ان انت خلاص بتاخد اجرها في الدنيا وانتهى العمل عليها كده، وانتهى الاجر عليها، مش هتاخده في الاخرة لو انت ما عزمتش وقصدت قبل العمل نفسه بتعمله ليه. فدي أول حاجة بتحصل لك لو أنت فقدت النية. ماذا لو فقدت الإخلاص وفقدت النية؟ العمل كله بيروح هباء منثورا. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا على بعض الناس، يقول لنا إيه بقى؟ الحديث اللي رواه سيدنا أبو هريرة والله حديث صعب جدا لو تفكرنا في معناه. أول من تسعر بهم النار 3، أول من تسعر النار تشتعل أول 3 يجوا فيها، نسأل الله العفو والعافية. مين فيهم؟ نسمع حضراتكم، مش واحد شارب خمر، لا، مش واحد بيعمل الفاحشة، لا، أول من تسعر بهم النار 3: قارئ للقرآن، مجاهد، ومنفق. معقول؟ قارئ للقرآن أول واحد تسعر به النار؟ أيوة. نشوف كانت نيته ايه رغم ان العمل فيه ظاهره عباده، لكن نشوف كان القصد منه ايه. حديث رهيب يحتاج الى تفكر شديد والى وقفات كبيره جدا. قارئ للقران ومجاهد ومنفق. طب ايه يا رب اللي بيحصل بقى؟ هذا القارئ للقران ياتي به الله يوم القيامه سبحانه وتعالى فيقال ماذا عملت بما علمتك؟ الله سبحانه وتعالى يكلمه، علمتك القرآن ماذا عملت به؟ فيقول يا رب قرأته وأقرأته، أنا حفظت هذا القرآن وأقرأته علمته للناس. فيقول الله سبحانه وتعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت. ليه يا رب؟ أنت قرأت ليقال قارئ وقد قيل. حفظت القرآن عشان الناس تقول حافظ للقرآن، وقد قيل. علمت الناس القرآن عشان يقولوا ده محفظ قرآن ما شاء الله، فالناس تبدأ تبوس ايديه وتحترمه، ده محفظ قرآن، وقد قيل. تمشي بين الناس وانت عندك بقى هيبة كده، هيبة القارئ وهيبة الحافظ وهيبة المعلم، فالناس تبدأ بقى يعني مش كل الناس حافظة القرآن ولا كل الناس بتعرف تقرأ قرآن صح، والناس يقولوا والله ده بيخرج عنده المخارج مظبوطه والالفاظ مفيش بعده، والناس تقول ده من اهل الجنه، ده واحد ما حصلش، وقد قيل. فانتهى الاجر وانتهت الدنيا وهو اول من تسعر به النار. هنكمل باقي ال3 اللي اول من تسعر بهم النار، ولكن بعد الفاصل استنونا. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن
عفوك أعظم يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وخطورة النية وخطورة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كنا بنتكلم قبل الفاصل إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بيرويه لنا سيدنا أبو هريرة يقول لنا إن 3 أول من تسعر بهم النار. أول واحد قارئ للقرآن ولكنه افتقد للإخلاص، إخلاص النية، وإن أنت عملت هذا العمل ليه. يأتي به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: ماذا عملت بما علمتك؟ فقول يا رب قرأته وأقرأته، أنا قرأت القرآن وعلمته للناس. فرب العالمين يقول له كذبت، والملائكة تقول له كذبت. ليه يا رب؟ قرأت ليقال قارئ وقد قيل. فانتهى بما انتهى العمل بانتهاء الدنيا. تعالى بقى خلاص، ده وقت الناس فتنت بيك. ليه بقى؟ يعني واحد قارئ للقرآن الناس تفتن بيه، ده واحد بيعمل أعمال صالحة جدا فأنت كنت سبب في فتنة الناس، والحاجة اللي أنت عملتها أشركت بها مع الله فالله غني عنها. طيب مين التاني يا رب؟ مجاهد، ده احنا شايفينه على الجبهة، واحد يعني شجاع، وواحد ذهب بنفسه وترك أولاده في سبيل الله. احنا بنقول كده، ولكن نيته كانت ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى يأتي به يوم القيامة: ماذا عملت بما أعطيتك؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: أعطيتك جسدا فتيا، أعطيتك قوة، أعطيتك مالا، أعطيتك وأعطيتك. ماذا عملت به؟ عملت ايه بكل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك دي؟ فيقول له: جاهدت يا رب في سبيلك. فربنا سبحانه وتعالى يقول له: كذبت، والملائكة تقول كذبت، نيتك ما كانتش لله. انت خرجت وما كانتش النية لله. انت ممكن تكون مت وجاهدت، ولكنك ما جاهدتش في سبيل الله، ما كانش ده نيتك. ده انت جاهدت ليقال جريء. ده واحد مفيش بعد كده، ده واحد ساب ولاده وراح يعني عشان خاطر يقال شجاع. ده واحد ما حصلش. كل ده راح هباء منثورا بسبب عدم الإخلاص وعدم وجود نية طيبة قبلها. انت أشركت مع الله، فالله غني سبحانه وتعالى عن هذه النية. قاتلت وجاهدت ليقال جريء وقد قيل. ويكون هو تاني صنف تسعر به النار. ثالث صنف تسعر به النار، نسأل الله العفو والعافية، واحد برضه افتقد للنية، عمل عظيم احنا شايفينه عظيم، ولكن ليقال ايه بقى؟ واحد أنفق ماله، يطلع كده طول ما هو ماشي الناس تقول ده كريم، وكل الناس تحترمه، وكل الناس تقول ده واحد مفيش كرم بعد كده، ويفضلوا يدعوا له ولكن أنفقت ليقال ايه؟ ليقال منفق.
وليقال جواد، وليقال كريم، وقد قيل. انت واحد طلعت فلوسك عشان كلام الناس. التعلق الشديد بمدح الناس يفقد الإنسان الإخلاص. التعلق الشديد بكلام الناس يفقد الإنسان الإخلاص. التعلق الشديد بإن الناس تقول كذا وكذا، وإن الناس تحترمه وتجله وتبوس إيده وتمشي تحت رجله، لأن الناس مش كلها عندها هذه النعم. مش كل الناس عندها هذه الشجاعة انها تخرج وتجاهد، مش كل الناس عندها هذا الكرم. ده انت واحد بتخرج من مالك في حين ان في ناس تانية بخيلة وما بتعملش كل ده. فقيل وقيل وقيل ويذهب العمل هباء منثورا بسبب افتقاد الإخلاص وافتقاد النية لله سبحانه وتعالى. هنكمل الموضوع المهم ده ولكن بعد الفاصل، استنونا. ومنك الجود إلهي، منك إسعادي وخيري، ومنك الجود والفرج القريب. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن النية وخطورة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول لنا: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. الله عز وجل لا يرضى بأن يشرك الإنسان في العمل مع الله سبحانه وتعالى أحد. تكلمنا عن حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حديث خطير ويحتاج إلى تفكر على 3: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن ومجاهد ومنفق، ولكن كل ده ما كانش في سبيل الله ولا لله. قارئ للقرآن يقرأ ليقال قارئ وقد قيل، فيترمي في وشه الحاجات اللي عملها الله غني عنها. مجاهد ليقال جريء وقد قيل، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى اللي عمله. مجاهد أو منفق ليقال جواد وكريم وقد قيل، فالله سبحانه وتعالى غني عن الحاجة اللي هو عملها إن لم تكن خالصة النية لله سبحانه وتعالى. طيب أعمل إيه؟ إيه هي علامات الإخلاص اللي أنا لما أشوفها عندي أعرف إن أنا مخلص؟ هو الإخلاص صعب؟ لا، الإخلاص يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيسر كده في القلب، بس يعني إحنا نري الله من قلوبنا الإخلاص. الله ييسره ويسهله ويخليه في قلبك موجود. بس من صفات الإنسان المخلص إن هو دايما شاكك في إخلاصه، إن هو دايما يقول: يا رب هو أنا صح؟ يا رب أنا والله بأخلص النية ليك سبحانك، ولكن أنا دايما قلقان. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، هو أنا مقبول مني ولا لأ؟ إحنا دايما عندنا ظن في الله سبحانه وتعالى، عندنا حسن ظن بالله إنه يقبل مننا الأعمال ولو كانت فيها تقصير. ولكن الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، دايما قلقان هو عملي صح ولا غلط، عملي اتقبل ولا ما اتقبلش. أنا دايما عندي خشوع وانكسار لله سبحانه وتعالى. دي من علامات الإخلاص. وكان العلماء يقولوا لنا إيه بقى؟ من شاهد مخلص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. لو شاف نفسه لا 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 ده أنا مخلص، أنا دايما نيتي لله، أنت إخلاصك بيحتاج إلى إخلاص. هذه النية تحتاج إلى إخلاص من تاني. دايما يكون أنا عندي شك في نفسي في التقصير. ليه؟ علشان أسعى أكتر
وعلشان أعمل أكتر وأنا خايفة. يعني الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، دي علامة من علامات الإنسان المخلص، إنه دايما بيسعى إن يركز في نيته ويحاول ينظفها أول بأول طول ما هو بيعمل العمل. من علامات الإنسان المخلص كمان ومن علامات الإخلاص أن يستوي عند الإنسان السر والعلن. يبقى قدام الناس بيصلي وبينه وبين نفسه ما بيركعهاش، يبقى قاعد مع ناس كده عندهم تقوى وناس ما شاء الله متدينين، فيصلي الفرض بفرض وممكن يقعد يصلي السنن كمان، لكن لوحده ما يصليش، لوحده يفوت الصلاة وينام. ليه؟ لأن هو أصلا دي كانت عنده مشكلة شوية. هل أعمالك في السر زي في العلن؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده. هل وانت مع الناس المتدينين تصرفاتك بتبقى زي تصرفاتك لوحدك، ولا بتبقى تصرفاتك في السر زي العلن؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده. والأسئلة دي محدش بيقدر يجاوب عليها غير الشخص نفسه، غير كنا انا قاعدة كده مع نفسي وأحاسب أنا بعمل إيه، أنا في السر زي العلن ولا أنا في العلن إنسان مؤمن وتقي لكن في السر أنا بعيد كل البعد، ما بركزش في الصلاة، ما بعملش الأعمال الصالحة. لا، خد بالك من معاصي السر، من الحاجات اللي احنا بنعملها ومحدش شايفنا. تليفوني فيه ايه، انا بركز في ايه، بشوف ايه وانا قاعد مع الناس، الحاجات اللي بشوفها وانا قاعد مع الناس هي الحاجات اللي بتفرج عليها لوحدي ولا لا. فأن يستوي في الإنسان عمله في السر وعمله في العلن. هنكمل صفات الإخلاص أو صفات الإنسان المخلص، ولكن بعد الفاصل استنون. عين الله شايفانا بترعانا، مفيش مخلوق في دنيانا يا مولانا هيحسدنا على التوبة وتقوانا، وجيش إبليس وشياطينه هينسانا. عين الله شايفانا بترعانا، مفيش مخلوق في دنيانا يا مولانا هيحسدنا على التوبة وتقوانا، وجيش إبليس وشياطينه هينسانا. عين الله شايفانا. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن علامات الإخلاص. قلنا قبل الفاصل إن من علامات الإخلاص إن الإنسان يستوي عمله في السر وفي العلن، إن الإنسان باستمرار يكون شاكك في إخلاصه. إحنا عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى إنه يقبل أعمالنا حتى لو كنا مقصرين كرما ومنا منه سبحانه وتعالى، وليس أبدا أبدا يعني تزكية لأنفسنا أبدا. لا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور على قلبه ويقول التقوى ها هنا، التقوى في القلب، شيء غير مرئي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من ضمن كمان صفات الإنسان المخلص إنه يستوي عنده المدح والذم، يعني لا يستجلب مدح الناس. إيه رأيك؟ يعزم كده شوية ناس ويقول لهم إيه رأيك؟ الأكل حلو، أنا عامل أكل كويس، أنا عملت حاجة كويسة. لا تستجلب المدح من الناس، ودي من علامات الإنسان المخلص. علامات كتير يستوي فيه المدح والذم، يستوي فيه السر والعلن، يكون باستمرار شاكك في إخلاصه، وينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، إن ربنا هو اللي بيوفقه للعمل الصالح، لأن فعلا الله عز وجل يوفق، هو اللي بيوفقنا إن احنا نعمل أعمال صالحة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويرزقنا الإخلاص ولا يحرمنا الأجر. السلام عليكم.